السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. الرز بلبن، يا جمال الرز بلبن، وخصوصا اللي انا بعمله. والله مش غرور ولا شكرانيه في نفسي، شكرانيه في اللي حواليا، هما بيتشكروا فيا. طب تيجي ندوقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامل ازاي، بصوا، ولا تقيل ولا خفيف. بصوا الطبقة بتاعته، بصوا طبقة القشطة عاملة ازاي. طب ندوق كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مم. تحفة. والرز بيدوب كده، ما شاء الله كده. ايه ده؟ لا والله تسلم ايدي فعلا. طب ما تيجي نشوف عملناه ازاي، وتدعوا لي من قلبكم. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا ازاي الرز بلبن. والكمية دي كلها، اللي دي هتبقى لينا احنا، ودي نص الكمية طالعة لله ان شاء الله. يلا بينا بقى. بصوا يا حبايبي، انا حطيت اللبن اهو. بصوا، اسفه المقطع الاولاني تريني مش بصور، فطبعا ما جاش. فانا هقول لكم طبعا انا عملت ايه. انا عامله حوالي 4 كيلو لبن او اكتر. بالتقريب حوالي 6 كيلو. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كنت جايبه 7 كيلو بصراحه، فشلت كيلو وحطيت ال6. غليتهم كويس قوي مع التقليب المستمر. وبعد كده سبتهم يبردوا ودخلتهم التلاجة من امبارح بالليل، وغطيتهم بغطا. وقمت تاني يوم اخر النهار زي دلوقتي كده، على دخلة المغربية، طلعت الحلة، شلت من على وشها القشطة. وبعد كده كل كيلو عليه نص كوباية رز. اهو الرز اهو، هقرب عشان تشوفوه اهو. يبقى انا كده حطيت على نص كوبايه على الكيلو اللبن. حطيت مثلا بمقدار، هقول لكم بمقدار مثلا 2 كيلو، عشان محدش يقول المقدار كبير واحنا ما بنعملش الكميه دي. انا عامله كميه هتطلع لله، وكميه هتبقى لبيتي وعيالي. تمام. اللهم صل عليك يا نبي. انا جبت كيلو اللبن عليه نص كوبايه رز، يبقى هجيب 2 كيلو لبن عليه كوبايه رز. بتغلي اللبن من قبليها بيوم، بتسيبيه يعمل قشطه كويسه، وبعد كده بتشيلي القشطه وتجهزي اللبن. بجيب كوبايه الرز، اغسلها كويس قوي، واغطيها بمقدار مثلا عقلتين ميه او 3. تمام. وبسيبها تتسلق عادي خالص، الرز اكني بسلقه سوى الطفل ياكله مثلا، او بيبقى تتمسك على الايد يبقى طري. ولما يبقى الرز اتسلق كويس قوي، انا بنزل بكمية اللبن ايا كان بقى، كيلو 2 3. انا سبته اهو شوية، وبعد كده حطيت له سكر. السكر على حسب انتوا حابين ايه، على حسب انتوا بتستعملوا. في ناس بتحب السكر زيادة، في ناس بتحبه وسط، في ناس بتحبه قليل. فانتي هتحطي السكر وبالمعلقة هتدوقي ده السكر اللي انتي حباه واللي اولادك عايزينه، هتستقفي على كده وتقولي ستوب. تمام. طيب انا دلوقتي حطيت السكر وقلبت. الرز عندي اهو مستوي، حطيت عليه اللبن، حطيت عليه السكر، بس مش كل السكر. انا حطيت نص الكمية اللي انا هحطها، عشان وهي بتسوي تكملته الرز بلبن وتديني غلوة للبن مع الرز، الرز يسكر شوية عشان يبقى مسكر. تمام. هسيب الكمية اللي انا عاملاها. اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. بعد ما تغلي معايا كويس قوي، تمسك كده وتبقى غليانها كويس، هننزل قد ايه بالنشا، وهنقول احنا عملنا ايه بالظبط. بصوا ما شاء الله، انا سبتها عشان تبدأ تغلي. بصوا قشطتها عاملة ازاي، بصوا ما شاء الله. هو اللبن بصراحة حلو قوي قوي، خصوصا لما تجيبي اللبن موثوق منه، يعني من مكان كويس. بصوا قشطتها حلوة قوي. ده غير اللهم صل على النبي اللي انا طلعته. بصوا، بصوا قد ايه دول من ال7 كيلو. مصرنا ما شاء الله كتير قوي. انا هاخد شويه، بدل ما كنت هحط كريمه
اللي هي الكريمه اللباني او الكريم شانتيه، هاخد من القشطه واحطها واطعمها بيها، ومستنياها تغلي كويس قوي. وبص الاقي ان الرز كده سواه حلو قوي. بصوا عماله تسيح ازاي، كني حاطه مكعبات زبده. بس ما شاء الله، ده غير اصلا القشطه اللي كانت فيها. يعني بصوا قشطتها عامله ازاي، اللهم صل عليك يا نبي. اهي بصوا، ادينا طبعا مع بعض واحده واحده وخطوه خطوه. ثانيين هتغلي عشان نحط لها النشا. بصوا ما شاء الله بدأت تغلي اهي. بصوا سمنتها، بصوا جميله ازاي. بصوا السمنه، قشطتها بمعنى اصح. بصوا القشطه. كل مره بصراحه بعمل الرز بلبن بحط عليه كريمه ولبن بودره ممكن، بس المره دي بصراحه لقيت ان اللبن نضيف حلو، لاني طبعا لبن الفلاحين ده لا يعلى عليه طبعا. طب انا بدات تغلي معايا اهي كويس قوي ما شاء الله. عايزه اشوف السكر بتاعه حلو ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا هزود شويه عشان خاطر يبقى مظبوط، وعشان لما احط معاه الميه بالنشا يبقى مظبوط برضه. انا كده خدت على ال6 كيلو 2 كيلو سكر. كده 2 كيلو سكر، 6 كيلو لبن. هقلب كويس، هدوق سكره تاني، هسيبه يغلي غلوتين تاني، وبعد كده هجهز النشا. يلا بقى بينا ننزل على النشا. انا حطيت 10 معالق نشا، قلبتهم كويس، كوبايه، نص كوبايه ميه. هنزل بيهم بالتدريج، مش هنزل بيهم كلهم، ده ربما اكون انا محتاجش الكميه كلها، بس لازم ايدينا بالتقليب مستمر. هفضل اقلب اقلب لحد ما احس ان التقل اللي انا عايزاه مظبوط، وبعد كده هحط له رشه فانيليا وهطفي عليها. يلا انا هقلب لحد ما اخلص خالص، وناخد مع بعض رشه الفانيليا ونطفي مع بعضين. بصوا انا كده خلصته خلاص اهو ما شاء الله. بصوا قدامكم، بصوا جميل ازاي. حطيت قد ايه نشا؟ حطيت 15 معلقه على ال6 كيلو، يعني كل 2 كيلو هياخد 5 معالق كبار نشا او 6 على حسب ما انتي بيلف معاكي الرز بلبن وانتي بتقلبي. ممكن تحسي ان السمك خفيف تزودي له معلقه، حسيتي ان السمك بتاعه هيبقى حلو خلاص كفايه عليه ال5 معالق. انا هسيبه يهدى شويه، نحطه في الاطباق ونشوف الرز بلبن بتاعنا شكله ايه. بصوا حبايبي انا غرفته اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بصوا عامل ازاي ان شاء الله، حلو قوي قوي، جميل والله العظيم. الكاميرا فعلا ظلمه. ده اللي انا عاملاه في الكوبايات اللي هي الازاز اهي، ده اللي هيطلع لله ان شاء الله، اللي هم دول. في طبعا ورق اهو. انا عامله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 7 كيلو. عمل معايا الاطباق الازاز، وعمل معايا نص الكميه التانية تطلع لله. مش عارفه ادوق معاكم ولا لا. انا بحب الرز بلبن بصراحه ساقع، وبحب احط عليه قرفه، بيبقى بصراحه طعمه تحفه بالقرفه. فاللي مش حابب يحط قرفه ما يحطش. انا مرضتش احط عشان خاطر اللي ما بيحبش القرفه ما يبقاش يعني حاسس ان شكله مش حلو.
حابين تحطوا عليه زبيب، حابين تحطوا جوز الهند، كل ده ممكن تحطوه بس لما يهدى شويه ويبرد، لانك اول ما تحطيه هينزل على الكوبايه يغطس في الرز بلبن. يا رب يكون كان سهل وبسيط عليكم وكان خفيف، وما تنسوش تدعوا لي دعوة من قلبكم وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.